خوتي خواتاتي سلام الله عليكم. اليوم غادي نهضروا على اصعب السجون وابشعها في العالم. سجون عانوا معتقليها من التعذيب ونقص التغذيه وقله النوم والاكتظاظ في الزنازين. بدايه غادي نبداو بسجن كلشي كيعرفو وهو الاشهر ولكن ماشي اسوأ سجن، هو سجن غوانتانامو، كيتواجد في الجنوب الشرقي لكوبا. هذا السجن هو من السجون سيئة السمعة. بدأت الولايات المتحدة الأمريكية استعماله سنة 2002. أغلب المسجونين فيه تهمهم متعلقة بالإرهاب. لا وجود حقوق الإنسان في هذا المعتقل، وكتعتبر منظمة العفو الدولي أنه يمثل الهمجية في أبهى تجلياتها. اشتهر بأنهم للحصول على المعلومات من المعتقلين كانوا كيعذبوهم سواء بالتعرية أو الاغتصاب أو هجوم الكلاب. ثاني السجون هو سجن بيتيشتي في رومانيا، تأسس سنة 1942. من الخارج تراه معلمة تاريخية لكنه يخفي أسرار. في فترة الحكم الشيوعي لرومانيا كان هذا السجن مخصص للمعارضين، كان أغلبهم من الأغنياء وأصحاب المناصب السابقين. كان كيتم غسل أدمغتهم وتعذيبهم، والطريقة الأشهر للتعذيب كانت هي السماح للمساجين بتعديم بعضهم البعض مقابل الأكل والماء. ثالث السجون هو سجن مامارتينو، هو متواجد تحت كنيسة القديس جوزيبي دي فالينامي. هذا السجن كيتكون من طابقين، الطابق السفلي ما عندوش باب وهو تحت الأرض، كيدخلوا ليه غير من ثقب في السقف، الأمر اللي كيخلي الخروج منه مستحيل. وبعد ما تم إغلاقه أصبح معلمة تاريخية، داروا ليه دروج باش ينزلوا الزوار يشوفوا الطابق السفلي. اشتهر هذا السجن بأساليب التعذيب البشعة اللي كانت كتستعمل فيه، بحال خلع الأظافر وقطع الأطراف وسلخ الجلد. معلومات أكثر عن أساليب التعذيب شوفوا الفيديو من هنا. رابع السجون هو سجن جزيرة الشيطان بجزيرة تابعة للحكم الفرنسي في شواطئ غويانا الفرنسية. استعملت الجزيرة كسجن بأوامر من نابليون بونابرت. سجن عاشوا فيه السجناء جميع أنواع التنكيل، كانوا كيربطوهم ليلا وكيخليوهم للأفاعي والخفافيش وكيحفروا بلا أكل ولا شرب، وكانوا كينعسوا واقفين. تم تمثيل قصة هذا السجن في فيلم بابيون بطولة رامي مالك وتشارلي أونلان. خامس سجن هو سجن كارنديرو في البرازيل، كيتعتبر أكثر السجون دموية ومعروف بهمجية السجناء وحتى حراس السجن. أبرز حوادث هذا السجن هو أن جوج سجناء ضربوا بسبب ماتش الكرة. بدأت أعمال الشغب، وباش تم السيطرة عليها بدأ إطلاق النار عشوائيا، الأمر اللي أعطى 100 قتيل في أقل من نصف ساعة. وآخر سجن في فيديو اليوم هو سجن تدمر، كيتسمى السجن الخفي في سوريا، ما عندوش صور. المعلومات المتوفرة عليه هي أنه كاين وسط الصحراء. أسوأ حادثة وقعت فيه هي إعدام 2400 سجين بأوامر من حافظ الأسد، تم إغلاقه سنة 2001 قبل ما يعاود يفتتحه بشار الأسد أثناء الثورة سنة 2011. وفي الأخير وقبل إنهاء هذا الفيديو أسألكم الدعاء للجد بالرحمة والمغفرة ولكل أموات المسلمين. في أمان الله.